الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد سعد، مهندس مدني من قناه معلومه هندسيه. ان شاء الله يا باشمهندسين النهارده هنتكلم عن استلام بند البياض. وزي طبعا ما احنا عارفين ان بند البياض من اهم البنود اللي انت لازم تتابعها اول باول في مرحله التشطيبات. النهارده يا باشمهندسين احنا طبعا واقفين في الريسبشن اهوت، ومعانا المعلم احمد هو اللي هيسلم لنا بند البياض في الريسبشن. طبعا المعلم احمد ما عندوش اي اعتراض ان يطلع معانا على اليوتيوب في القناه بتاعتنا. عندك اعتراض معلم احمد ولا حاجه؟ لا ان شاء الله. ماشي، هنبص للكاميرا عادي، مش مشكله. لا ان شاء الله. معلم احمد من احسن الناس واحسن محترمه. طبعا لازم يا باشمهندس ساعه ما تيجي تستلم ريسبشن زي ده تسال نفسك هو هيتعمل فيه جبس بورد ولا لا. طب حلقه النهارده مخصوص عن ازاي استلم او ايه هي الاماكن اللي استلم فيها البياض بدقه شديده لو انا هشتغل جبس بورد. طبعا هنشتغل جبس بورد في الريسبشن، تمام؟ المعلومه واحد دلوقتي حوالينا نستلم فيه. الحته اللي استلم فيها الجبس بورد يا باش مهندس لازم تستلم عند مكان تركيب الجبس بورد. يبقى فين الجبس بورد؟ طبعا بيبقى على مسافه من السقف 30 سم ل 40 سم، فالمكان ده لابد يكون مظبوط كويس جدا، لان لو المكان ده مش مظبوط او فيه لعب لما تيجي بعد كده يا باشمهندس تشطب الجبس بورد في الدهانات او المعجون هتلاقي عند الشادو جيب لعب هنا وهيغلبك في الدهانات. يلا بينا نشوف هنشيك ازاي. ماشي يا معلم احمد؟ لا هو هيبقى تحت هنا. ماشي يا معلم احمد؟ تمام. معانا يا معلم محمود بالكاميرا برضه كده؟ تمام. لابد ما يكونش فيه اي تنوير. هنلف بكده على ساير داير الريسبشن كله، على ساير داير الجيبس بورد. ماشي يا معلم احمد؟ في مكان تاني. اهدى بس انا احدد، خلينا واقفين كده. ماشي تمام. لف معانا يا احمد. والله يا عم. تحت الكاميرا، هيبقى تحت الكاميرا بالظبط. او على الكاميرا. هات هنا شويه. هات هنا شويه، خلي الدراع افق. ماشي تمام. الله ينور على احمد. هتلف معانا برضه على لف على العمود. هات العمود. اي لاعب يا باشمهندس في الشادو جاب هيغلبك، لازم تشيك على المكان ده، المكان ده اللي بيبقى قصاد الشادو جاب بالملي. تمام يا حوده؟ يا سوري. هات ورا شويه يا احمد. اعدل الدراع، خلي الدراع موجود. تمام ماشي، الله ينور. حاول تخليه افقي نشوف معاك الدراع. ماشي معانا الدراع تحت العمود. طبعا الجبس بورد هو اللي بيسهل شغل التشطيبات الاخر والاناره والكلام ده كله، فلازم تبقى عامل حسابك اول باول في مرحله التاسيس. الله ينور يا ابو حميد. ارجع الحرف برضه تشيك على خرس عشان خاطر لوحه عداد الكهرباء او لوحه الكهرباء بتاعت الشقه لابد عندها يكون البياض مظبوط، غالبا بتلاقي فيها لعب جامد جدا. بس احنا كده يا جماعه شيكنا على اهم نقطه في تاسيس البياض. لو انت هتستخدم جبسن بورد اهم مكان تشيك فيه هو المكان تحت الشادو جاب او جنب الشادو جنب، عشان خاطر ده هيعذبك بعد كده في مرحله الدهانات. متشكرين معلم احمد، متشكرين معلم محمود، بس بصراحه هو ماسك التليفون دلوقتي مش هيظهر معانا، كان ظهر معانا في الفيديو بتاع استلام مرحله البياض بالكامل. دي كانت اغلب المعلومات عن استلام بند البياض. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشتراك في القناه عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.